بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ بحبكم في الله، يا رب يجعلكم في حياتي نعمة دايما يا رب. النهارده بقى جاي اعمل لكم وصفة حلوة كده، نشتريها من الافران للفطار او للعشاء او للمدارس. هنعملها في البيت باقل تكلفة واقل امكانيات يعني. كل اللي انا حطيت كوباية مية، ماشي، دافية من الحنفية، مفيش اي مشكلة. نحط بعد كده ايه؟ معلقتين سكر ومعلقة خميرة. ونحط تاني كمان، هنحط ربع كوباية زيت على سمنة. الزيت بس، عايزة سمنة بس، زيت على سمنة ماشي، مفيش اي مشكلة. ماشي كده. ونقلب بقى كل الحاجات دي كلها مع بعضها، ونحط ايه؟ ربع معلقة فانيليا. يبقى كل اللي حطيناه كوباية مية، إيه، ومعلقتين كمان لبن بودرة. هو دي بقى ايه اللي هيخلي العجينة هشة وجميلة ومفتحة. خلاص، احط بقى الدقيق نصه كده وادوبه مع اللي انا حطيته، كوبايه ميه، معلقتين سكر، معلقه خميره، معلقتين لبن بودر، ربع كوبايه زيت على سمنه. خلاص، ورشه فانيليا او ربع كوبايه فانيليا. هنحط بقى ايه؟ رشه الملح بتاعتنا بتاعه الدقيق، وافضل اقلب ده كله كده لحد ما اضيع كل السوائل في قلب الدقيق. وبعد كده هشتغل بايدي. هبدا بقى اعجن عجن كويس بايدي. اهم حاجه في العجن ان انتي بتخدمي العجينه كويس. كل ما خدمتي العجينه كويس، كل ما هتديك نتيجه كويسه. طبعا انا حطيت كوبايه ميه في الاول مع الخميره، وعندي دلوقتي نص كوبايه ميه. وهبدا احط حاجه بسيطه بحاجه بسيطه لحد ما تتكون معايا العجينه اللي انا محتاجاها. خلاص، عندي العجينه اهيت. هنزل بقى بيها كده على الترابيزه. وابدا برضو اخد نطرات ميه نطرات ميه لحد ما خدت ربع كوبايه ميه كمان. ماشي، والعجينه بقت عندي جاهزه. بصوا، بصوا الطراوه بتاعتها، وبصوا بصوا جميله جدا. يا دوبك تحسي انها ملزقه في ايدك، حاجه بسيطه. خلاص، اغطيها بقى بنقطه زيت عشان ما يلزقش فيها المشمع اللي انا هحطه، او الستريتش راب اللي انا هحطه. خلاص، حاجه بسيطه وسهله وما بتاخدش كتير. كل ده نص كيلو دقيق. انا بعمل كميه صغيره عشان لا قدر الله لو حتى باظت مني، يبقى ما بوظش كميه الحاجات الكتير اللي انا عملتها. نص كيلو خلاص، طلعت معايا كويسه. والموضوع طلع ناجح. الحاجه اللي انا عاملاها طلعت ناجحه. خلاص، بزود بعد كده الكميه لو حد عندي حبها، ولو ما حبوهاش خلاص انا ما خسرتش حاجه. خلاص، عندي بقى هنا ربع كيلو من العجوه. طبعا انا كان عندي عجوه بلح، ففصصتها وسيحتها مع حته سمنه، وحطيت عليها معلقتين سمسم. مش كده؟ اللي انا شلته ديت حته بلح ناشفه، فطبعا هتبقى ناشفه في البتاع، مش هتنفع. اللي يجي يندوغها هتبقى جامده. خلاص، وبعملها صوابع كده على ما العجينه تكون خمرت، اكون انا عملت العجوه. خلاص، طبعا هي لو عجوه اللي هي المفرومه كانت هتبقى في الفرد احسن من كده، بس برضو احنا بنستغل الحاجه اللي عندنا عشان نوفر شويه. انا عندي بلح، كان موجود عندي بلح طيب، فقلت استخدمه بدل ما لهوش استخدام عندي ومش بيتاكل. هقطعها بقى كده، اقسمها اجزاء كده زي ما تحبي الجزء بتاعك قد ايه. خلاص، طبعا انا النص كيلو عملته 5، عشان احنا بعددنا 5 افراد، فانا قلت هعمله 5 وحدات. كمية صغيرة وكمية بسيطة بنجرب فيها. بعد كده احتاجتي اكتر بتعملي. وبعدين الحاجة لما بتكون شوية بتطلب، لكن لما بتكون كتير ما بتتاكلش. بحبكم في الله، وما تنسوش بقى اللايك والاشتراك والكومنت الحلو. انا متشكره ليكم ولدعمكم. انتوا، انا عارفه ان انتوا ورايا ومعايا وقلبكم عليا. فانا متشكره جدا 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 لكل واحد حط اشتراك ولايك وكتب كومنت حلو. إيه هبدا بقى اسيبهم كده يرتاحوا شويه. ماشي، هريحهم شويه عشان برضو تبقى سهله معايا في الفرد. اشيل بقى كل الحاجات بتاعتي، وابدا احط سقطة زيت صغيرة بس تساعدني في الفرد. خلاص، افردها كده يا دوب بايديا، حاجة بسيطة كده وبالنشابة وهفرد. المسطح بتاعها بيبقى يعني باخد طول وعرض كده عشان تديني التوريقة بتاعتي. خلاص كده اهو. بصوا، سهلة جدا ومفيش اي حاجة وما خدتش وقت. خلاص، هبدأ بقى احط العجوة
واقفل عليها كده. خلاص قفلت عليها بقى كده وايه، وهلف هعملها رول كده. خلاص وهبدأ اقفل الطرف ايه اللي تحت. إيه ما تتخيلوش معلقتين اللي انا كنت عاملاها قبل كده من غير لبن البودره. لما حطيت لبن بودر، طبعا احنا بنعجنها بميه فما فيهاش اي يعني ما فيهاش اي دسامه، فانا حبيت احط ايه اللبن بودر المره دي واقول ايه اجربها. بصراحه فرق معايا كتير جدا في العجينه. خلاص زي ما انت عايزاه بقى، انا حسيت ان هي ايه جايه من النص عاليه قوي، فانا حبيت اخليها ايه اخليها كلها إيه سوا واحد. ماشي، اهم حاجه القفل بتاعتها تقفليها كويس. واللبق طبعا هنحطها على ايه على القفله بتاعتها من تحت. خلاص كده اهو. ابدا بقى بالمقص اقص ايه، تبعدي عن القفل خالص بتاع ايه الكحكه او الترس الفران اللي هو بالعجوه. خلاص كده وبقص العجينه لحد ما ايه ما احس ان العجوه بانت. احط بقى في الصينيه اهو، واعمل كمان واحده. طبعا بحط الزيت تاني المشمع عليه زيت، فانا مش عايزه احط تاني زيت عشان ايه واخده كفايه في الزيت. خلاص افرد برضو ايه شمال ويمين كده، شمال ويمين لحد ما توصل السمك اللي انا عايزاه. انت بقى اعمليها بالحجم اللي انت عايزاه، عايزه تصغري عن كده ماشي، عايزه تكبري عن كده ماشي، كل حاجه ايه في ايد كل واحد ايه، دي اذواق بقى. اهو بقفل وببرم. اهو بقفل عليها وببرمها كمان شويه، وببدا ايه اقفلها من ايه القفل بتاعها. خلاص سهله وبسيطه وما فيهاش اي حاجه وتغيير في الفطار، ما يبقاش بقى سندوتش الجبنه خلاص اللي اتعودنا عليه كل يوم الصبح ده. لا دي قرصه بقى يعني حد عايز من العيال ياكل اي حاجه في وسط النهار، بتبقى دي كويسه جدا وبتشبع. ومستعجلين على الدروس وعلى المدارس ومستعجلين على طول، واحنا في رتم السرعه، فده بيوفر عليا ايه رتم السرعه شويه. خلاص وخلصناهم اهمت، طلعوا الخمسه بتوعنا اهمت حلوين وخمرت اهيت، وهبدا ايه ادهنها باللبن. انا عندي لبن بودره برضو، بيخلي الحاجه تحمر بسرعه وبتبقى لها وش جميل جدا. فانا ايه دهنتها كده ايه شويه لبن بودره عليهم معلقه صغيره لبن على قد اللي انت هتعمليه، وعليها ربع معلقه سكر عشان السكر كمان بيديها لمعان ايه في التحمير. خلاص ودهنتها كلها كده بس بالراحه وانت بتديني عشان ما تحاوليش تطلعي ايه الهوا منها تاني بعد ما خمرت. صلوا على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. طبعا انتوا بتعملوا كل حاجه حلوه، ربنا يحسن ما بين ايديكم وما بين ايديا، ويا رب نكون بنفيد بعض وتستفادوا مني. واللي عنده اي معلومه صحيحه انا بعملها غلط ممكن يقول لي، احنا بنتعلم من بعض وربنا يجعله في ميزان حسناتنا كلنا جميعا يا رب. ماشي، وادي الشكل النهائي اهيت، بصوا شكلها تحفه. بصوا وهشه كمان من جوه جميله طريه جدا، والعجوه ماليه هما بقى كانوا كيفين ياكلوا العجوه ويسيبوا ايه بقيه الترس من جوه، وانا اكل الباقي. خلاص فانا عملت لهم العجوه هنا بقت كميتها كبيره، ملت اللومه كلها. يلا عندك نص كيلو دقيق قومي اعمليه يلا، ووفري الفران، ووفري الفكر كل يوم هياكلوا ايه هياخدوا ايه معاهم. وحاجة سهلة وبسيطة، وما تنسينيش في اللايك والاشتراك والكومنت الحلو. بحبكم في الله حبايبي والله. يلا اشوفكم الفيديو الجاي بخير. سلام.